أخواننا السودانيين والمصريين امتازوا بالضحك ما شاء الله تبارك الله الدعابة. فعندهم دعابة. عندي المسجد ما شاء الله يملوه دائما أخواننا المصريين يحبوا الخطيب اللي يخطب بدون ورق. فيوم من الأيام عديت خطبة أتكلم فيها عن فرعون لما أعطاه الله الملك طغى وبغى وتكبر وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية على أهل مصر، فيبغى الناس يعبدونه من دون الله عز وجل. فحطيت في الخطبة على فرعون، كنت في الخطبة أقول يا فرعون أنت ذرة من الذرات، يا فرعون أنت في ملك الله حشرة من الحشرات، يا فرعون أنت لا تدري من أنت ولا أنت لا تدري بماذا قد تؤول، أنت مخلوق حقير بائس، أنت لا تدري إلى أين الرحيل. في الصفوف الأولى أخ مصري جزاه الله خير زعلان عشان احنا قاعدين نتكلم على فرعون مسوي كذا زعلان. فبعد الصلاة جالي قال لي قرأ ايه يا شيخ وليد؟ والله بقالي 15 سنة في السعودية، فرعون طلع فرعون نزل، فرعون أكل فرعون شرب، ما فيش أبو جهل ولا عشانه سعودي؟ ايش رأيكم؟ أبو جهل سعودي اعترفوا. فقال لي أنتم ما تبغون تتكلمون، وبعدين أنت في الخطبة قاعد لفرعون أنت ذرة أنت حشرة أنت مش عارف إيه. يا عم أنت ملك ومال فرعون، ادون عن أبو جهل. قلت له حبيبي شوف الجمعة الجاية بإذن الله أعد خطبة كاملة عن أبو جهل أنا أوريك فيه، بس أهم شيء هدي أعصابك وبإذن الله ما يصير إلا اللي في خاطرك. الجمعة اللي بعدها جيت لقيت الآدم مسنتر في الصف الأول ومعاه ضيوف، ونسيت إني مواعده اليوم في خطبة الجمعة. وهو جالس أول ما جيت قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صار يدق اللي جنبه يقول له النهاردة الخطبة عن أبو جهل. والله يا أخوان ما عديت خطبة عن أبو جهل، المؤذن يأذن صرت ما ردد وراه، قلت وش من فين أجيب له أبو جهل الحين ومواعد الرجال إلا أتكلم عن أبو جهل. يوم انتهى المؤذن وقمت حمدت الله واثنيت عليه وصليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا أخواني. طلعت على المنبر قلت ذكر الإمام البخاري في كتاب المغازي في عدة أصحاب بدر من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه في يوم بدر عددهم 314 رجلا هم خيار أهل الأرض في ذلك الزمان، التقوا بخيار أهل السماء جبريل ومعه 1000 من الملائكة، التقوا بشرار أهل الأرض وعلى رأسهم أبو جهل. قال المصري الله أكبر. المهم بدأت أتكلم، دخلت في أبو جهل، كل ما أجيب أبو جهل قال الله أكبر، والناس صاروا يلتفتوا عليه وخلوا الخطبة. إلين يا أخوان وصلنا آخر قتل أبو جهل لما قتلوا عبد الله بن مسعود، وجاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن مسعود من هذا؟ قال هذا أبو جهل يا رسول الله. طبعا المصري جزاه الله خير مسوي كذا مبسوط وفرحان داخل جو في الخطبة. قلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا ابن مسعود؟ قال هذا أبو جهل يا رسول الله. فسجد سجود شكر لله وقال فرعون هذه الأمة. مصري سوى كذا قال لي قرأ يا شيخ وليد هو فرعون ورانا لازم في كل خطبة تجيبوا لنا فرعون ولا لازم تبوظوا الخطبة؟ قلت الله يجمعنا وإياك في الجنة واترك فرعون وطريق فرعون.